السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور رمضان خيري في فيديو جديد. اتكلمنا قبل كده وقلنا ان ادوية التخسيس موجودة بشكل كبير جدا في الصيدلية، ادوية كتير جدا، ادوية سد الشهية، ادوية لحرق الدهون، منع امتصاص الدهون من الوجبات، منع امتصاص السكريات، وكل يوم بصراحة في دواء تخسيس جديد. وكلامنا النهارده عن واحد من ادوية التخسيس الجديدة اللي انتشرت في كل مكان واللي اعلاناتها في كل مكان، واللي بصراحة سعره غالي 295 جنيه. علشان كده خلينا في الفيديو ده نعرف هل السعر ده هيقدم فعلا فرق عن ادويه التخسيس الموجوده في الصيدليه باسعار ارخص من كده بكتير. خلينا نتكلم عنه ونعرف اسمه، نعرف المواد اللي فيه، ونعرف فعلا اذا كان يستاهل. لان زي ما قلنا في ناس بتحب ان هي تجيب الادويه الغاليه اعتقادا منها ان هي مفعولها احسن من اي دواء تاني، وان فيها حاجه تستحق فعلا انها تكون غاليه، وفي فعلا ادويه كتير كده. بس النهارده هنتكلم عن واحد من اشهر ادويه التخسيس حاليا، هو التولانجو سليم. تولانجو سليم هنتكلم عليه وهنعرف طبعا سعر العلبه 295 جنيه، الشريط ب 80 جنيه، الشريط الواحد ب 80 جنيه. هنعرف المواد اللي فيه، وهل فعلا هو مميز ويستحق التجربه، وهل فعلا انت ممكن تعتمد عليه في حوار التخسيس ويجيب معاك نتيجه. طيب خلينا بس الاول نبص كده على المكونات بتاعته ونعرف هو فيه ايه. اول حاجه هو فيه جارسينيا كامبوجيا، والجارسينيا كامبوجيا ده مستخلص نباتي بيساعد كتير جدا في سد الشهيه، وطبعا بيساهم في حرق الدهون. طبعا هو مش جديد، الجارسينيا كامبوجيا موجود في ادويه تخسيس كتيره جدا اتكلمنا عنها قبل كده. اتكلمنا عن التوب جينج وقلنا ان فيه جارسينيا كامبوجيا، واتكلمنا عن الفتاش جايد وقلنا ان فيه جارسينيا كامبوجيا، والحاجات دي طبعا ارخص منه بكتير. طيب يبقى دي اول ماده اتعرفنا عليها. طب ايه تاني موجود فيه؟ موجود فيه يقول لك بذور البن الاخضر، يعني القهوه الخضراء. طيب احنا برضو اتكلمنا قبل كده وقلنا ان في الكروماكس ليميتلس كروماكس كات كان فيه قهوه خضراء، ولكن هو غالي برضو. كان بكام؟ كان ب 295 جنيه. على فكره ده مش ب 295، انا اسف، ده ب 205 ب 200 ب 240 ب 240 جنيه. الكروماكس كات هو اللي ب 295 واتكلمنا عنه، واسيب لكم اللينك بتاع الحلقه في صندوق الوصف، تقدروا ان انتوا ترجعوا لها ان شاء الله وتشوفوها. طيب برضو طب ماشي، طب هل يعني هو غالي عشان فيه قهوه خضراء؟ طب نشوف فيه ايه تاني. فيه بيقول لك مستخلص الشاي الاخضر. برغم اهميه الشاي الاخضر طبعا، وان مفيش تخسيس، دايما اقول مفيش تخسيس من غير شاي اخضر، وان هو من اهم الحاجات اللي استخدمها للتخسيس ومضادات اكسده، وبيساعد في سد الشهيه وحرق الدهون، لان هو طبعا مش هيكون سبب رئيسي في ان ده علبه دواء زي دي تكون ب 240 جنيه والشريط ب 80 جنيه، لانك هتلاقي الشاي الاخضر في فتاش جايد، وهتلاقي الشاي الاخضر في التوب جينج، وهتلاقي اصلا برشام شاي اخضر الشريط ب 10 جنيه. فمش طبعا مش ده اكيد السر، وده طبعا ما يقللش من الشاي الاخضر في شيء. طب ايه تاني؟ في ايه تاني يعني؟ في كروم. طب ما هو نفس الفكره الكروم. طبعا الكروم من اهم ادويه التخسيس، ان هو بيساعد في تقليل مقاومه الانسولين. وقلنا قبل كده ان مقاومه الانسولين دي مشكله كبيره بتعاني منها ناس كتير، بتسبب لهم، غير انها بتسبب سمنه وزياده في الوزن، ممكن كمان تعمل مشاكل تانية خصوصا عند السيدات وكده. طب قلنا قبل كده الناس اللي مش عارفه ايه مقاومه الانسولين، ان الخلايا تبدا انها تقاوم الانسولين وما تدخلش الانسولين طبعا يحرق الجلوكوز الموجود في الخلايا، وهنا طبعا ترتفع نسبه السكر في الدم، ويبدا يحصل زياده في تخزين الدهون، وكمان ترتفع نسبه الانسولين لان البنكرياس بيضغط ويبدا يفرز اكتر انسولين علشان يضغط على الخلايا، ويبدا الانسولين يدخل يشوف شغله، طبعا ما بيحصلش برضه. فهنا طبعا يزيد نسبه الانسولين في الدم، اللي هو يعتبر واحد من اهم او من اكتر هرمونات تخزين الدهون في الجسم. فطبعا مقاومه الانسولين مشكله كبيره. بيساعد الكروم او الكروميوم بيساعد كتير في علاج المشكله دي. يعني في كده 4 مواد فعاله: جارسينيا كامبوجيا اللي قلنا عليها، قهوه خضراء، شاي اخضر، كروميوم. طب ما الحاجات دي موجوده في التوب جينج اللي هو ب 150 جنيه، الفتاش اللي هو ب 150 جنيه. يبقى انت كتولانجو سليم انت ضفت لي ايه؟ ولا عشان مثلا اعلانات كتيره وفي كل مكان فينزل الدواء بسعره؟ على فكره هو ما كانش 240، هو كان ارخص من كده، ولكن طبعا غلى وهيغلى تاني. طبعا ادويه بتغلى بين يوم وليله، وبتغلى 3-4 مرات، مفيش اي مشكله خالص. فدلوقتي انت كواحد بتدور على دواء تخسيس، ايه اللي يخليك تجيب تولانجو سليم؟
اما انت ممكن تجيب حاجه زي التوب او حاجه زي الفتاشي جايد بسعر اقل وفعاليه هي ونفس المفعول يمكن احسن كمان. واللي عايز يعرف مثلا ليه انا بقول ان الفتاشي جايد احسن او التوب جن، هسيب لكم اللينكات بتاع الحلقات دي، اتكلمت عن الادويه دي قبل كده وشرحت هي ليه من احسن الادويه في التخسيس وفي سد الشهيه وفي حرق الدهون، واتكلمت عن المواد الفعاله اللي فيها، واتكلمت ان فيها مش بس الاربع مواد دول، لا فيهم اكتر بكتير من المواد دي وباسعار يعني فرق حوالي 100 جنيه اقل من التولانجو سليم. يبقى انت ليه تمشي ورا حته ان الغالي ثمنه فيه والكلام ده؟ لا طبعا الكلام ده مش صحيح غالبا او مطلقا يعني، او مش دايما. يبقى احنا النهارده كنا بنتكلم عن التولانجو سليم، وكنا بنفسر سعره الغالي ده ليه، وبصراحه فشلنا ان احنا نعرف سعره الغالي ده ليه، وانا واحد من الناس مش عارف بصراحه هو ليه سعره غالي كده. لان في بعض الشركات بتعتمد ان هي تغلي الحاجه، بحيث زي ما قلت الناس بتفكر ان الحاجه الغاليه كويسه. اتكلمت كمان ان في حاجات تانية انت ممكن تعتمد عليها، توب جنج، فتاشي جايد، يعني مش هتدفع فيها الفلوس دي كلها وهتساعدك وهتجيب معاك نفس النتيجه تقريبا. يبقى كل ده او يبقى الفيديو النهارده انا كنت عايز اتكلم فيه عن التولانجو سليم، واقول لكم ان مش شرط انك تجيب او عشان تخس تجيب التولانجو سليم، وان برشام التخسيس بصراحه مش كل حاجه في التخسيس. نظام الاكل اهم شيء. الادويه بتساعد في سد الشهيه، بتساعد في حرق الدهون، بس انت مش لازم تروح تدفع لك 250 جنيه كل 10 ايام، لان الجرعه بتاعته 3 مرات في اليوم، فطبعا هيخلص معاك العلبه هتخلص معاك في 10 ايام، فانت مش مجبر على كده. ممكن ادويه اتكلمنا عنها لسد الشهيه قبل كده زي البران او زي الابل لايت اتكلمنا عنهم، انت ممكن تبدا بيهم، ولو جابوا معاك نتيجه حلوه خلاص العلبه ب 30 جنيه تقعد معاك شهر بحاله. فدي حاجه كويسه يعني، مش لازم تروح تدفع فلوس كتير عشان تخس، لان في ناس فاكره كده يعني ان هو هيدفع فلوس في ادويه فهياكل ويشرب عادي وهيخس. مفيش الكلام ده طبعا. نظام الاكل مهم جدا. اتمنى النهارده الفيديو يكون مفيد، واتمنى الناس اللي كانت بتسعى على التولانجو سليم ومش عارفه تجيبه ولا لا تكون دلوقتي تقدر تاخد قرارها. يا ريت لو في اي سؤال بخصوص التولانجو سليم سيبوه لي تحت في التعليقات، او لو في اي سؤال بخصوص اي دواء تخسيس او اي حاجه تخص التخسيس سيبوه لي تحت في التعليقات وانا اجاوبك عليه ان شاء الله بسرعه باذن الله. اتمنى فيديو النهارده يكون مفيد، واتمنى تكونوا استفدتوا، اشوفكم حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.